السلام عليكم. النهارده جايب لكم ان شاء الله تولز جديده من هيك بارتنر برو اسمها هيك ديزاينر. دي بتقدر من خلالها تعمل تصميم وعرض سعر محترم وتصميم كويس للمشروع اللي انت داخل تشتغل فيه. لو عايز تعرف التفاصيل كلها خش معايا تابع الفيديو وهتعرف كل التفاصيل. الموقع بتاع هيك بارتنر برو، تمام. بتفتح الموقع من على اللابتوب بتاعك او جهاز الكمبيوتر بتاعك وبتخش على الهوم، على الصفحة بتاعتك الاكونت بتاعك يعني. تخش على الهوم وبتيجي هنا على اليمين بتلاقي تحت عندك حاجة اسمها تولز، بتدوس على مور، تمام. وتقلب كده تحت بتلاقي عندك HPP ديزاينر. لو دوست عليها، تمام، هيفتح لك الصفحة دي الحاجات اللي أنا عاملها قبل كده، تمام. عروض الأسعار والتصاميم اللي أنا عاملها قبل كده. فاحنا لو عايزين نعمل، تمام، تصميم جديد بندوس على select by designer، تمام. هندوس كده هنكتب الديزاين بتاعنا، اسم الموقع اللي احنا شغالين فيه، اسم عرض السعر هنقول تيست مثلا. الكاستمر نيم هنقول تامر، تمام. السكين المكان ده عبارة عن ايه، هنقول مكتب او باركينج او مدرسة، هنقول مثلا هاوس، بيت، تمام. لو عايز تكتب ديسكريبشن او وصف للمكان بتكتبه وبتعمل كرييت، تمام. الخطوة اللي بعد كده بيقول لك ابلود فلور بلان او سيلكت ماب او امتي باك جراوند. يعني انت لو عندك رسمة للموقع اللي انت تشتغل فيه، واخد بالك، ممكن تحملها بصيغة صورة، تبقى صورة او ملف PDF او ملف كاد، تمام. فانت بتختار المتاح عندك. لو ما عندكش بتختار صورة من ماب، من جوجل ماب. فهنختار دلوقتي سيلكت ماب ونكتب اي مكان مثلا، وليكن اللوكيشن اللي احنا هنشتغل فيه. هنقول مثلا مول، نكتبها بالعربي، نقول هايبر وان مثلا، هايبر يا عم وقت، هايبر وان، تمام. هيفتح لك ده هايبر وان مثلا اهو. ده اللي على الطريق الصحراوي، هجيب لنا اللي على الطريق الصحراوي بس ماشي، مش هتفرق. دي صورة المكان. هتختار المكان اللي انت عايزه اهو، وليكن المبنى المربع ده، تمام. وهنعمل كونفيرم على الصورة دي، تمام كده. حلو. بعد هيجيب لي الصورة زي ما هي كده. لو انا عايز اعمل كروب للصورة او اصغر الصورة شوية هاجي هنا، تمام، واظبط الابعاد بتاعت الصورة اللي انا عايز اشتغل عليها، وليكن ده. وبعدين هدوس كونفيرم، تمام. كده هيحمل لي الصورة بتاعتي. بقى عندي ده اللي اوت اللي انا هشتغل عليه. حلو الكلام. بعد كده هنيجي على اليمين هنا هنلاقي حاجة اسمها ديفايس، تمام. وعند ديفايس ليست و اد وول او كيبل راوتنج، تمام. فاحنا ما عندناش ديفايس ليست، احنا ما حطيناش ديفايس لسه. فاحنا ممكن نيجي هنا على اول واحدة ونعلم عليها ونعمل سيرش على الديفايس. هنختار الاول الام في ار، انا عايز اشتغل بالام في ار 77 77 32 اللي هو الام اكس اي. هكتب هنا 77 32 وأعمل سيرش، تمام. هيجيب لي ادي ال 77 32 ال NXI الكيو 4. هدوس على العلامة دي، تمام. واجي هنا الدي في ار معايا اهو. انا عايز احط الدي في ار الام في ار فين، وليكن في المكان ده. ادوس كليك تاني كده الدي في ار اتحط، تمام. عايز ادور على حاجة تاني، الكاميرات بقى.
هنختار مثلا كاميرا 4 ميجا. تمام، 4 ميجا. نعمل سيرش. تمام، جاب لي مثلا اي دي اس دي. تمام، 4 ميجا ديب ان فيو فيري فوكال. فانا عايز بقى اوزع عندي هنا البوكس وعندي قصدي البوليت والدوم. فانا هيجي هنا على الكاميرا مثلا بوكس لان هنشتغل اوت دور. احنا هنا بنتكلم في مكان مقفول ورسمة الصورة مش ملف كاد او بي دي اف. لو ملف كاد هتختار اللي انت عايزه. هنيجي هنا مثلا على الكاميرا دي وندوس على علامة اللوكيشن دي واتحرك كده تظهر مع الكاميرا. اوزع بقى الكاميرات بتاعتي زي ما انا عايز. ادي 1 2 3، واعمل زوم اوت كده عشان اجيب المبنى كله. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. دول 18 كاميرا. طيب 18 كده كده انا عايز سويتش. هندور على السويتش. تمام، نرجع باك كده وندور على السويتش نتوركينج. هنيجي هنا عندك كاميرا باك اند نتوركينج. هنختار هنا سويتش. نختار سويتش ايا كان بقى موديل السويتش. احنا عايزين هنا سويتش 24. او المكان ده لو هحط فيه اكتر من سويتش فاحنا ممكن نختار سويتشين 16. السويتش ده مثلا 15 18. ده سويتش 16 واتنين ربط. تمام، جيجا سمارت. هنيجي على السويتش كده ده. هناخد مثلا نحط سويتش في المنطقة دي هنا كده. تمام، وهناخد سويتش. نعمل زوم كده ونحط سويتش في المنطقة دي. تمام، كده فاضل عندنا ايه؟ كده وزعنا الكاميرات بتاعتنا على المكان. عايزين بقى نربطهم بالام في ار. نعمل ايه؟ هدوس اكس هنا كده ونيجي على كيبل راوتنج. هندوس كده. هنا بقى ايه الكابلات بتاعتك. تمام، هتختار الكابلات اللي عايز تشتغل بيها. هنا كل الكابلات بتاعت الفيجن كات 6 اي، كات 6 اس تي بي، يو تي بي، اس تي بي. تمام، فاحنا هنشتغل ربط الكاميرات بالسويتش. خلينا نشتغل بكات 5. كات 5 بتبقى بتشتغل معانا كويس للربط بين الكاميرات والسويتش. فهندوس كده. تمام، وبعدين نيجي ندوس كده على الكابلات ونيجي مثلا على الكاميرا دي. هتلاقي بيقول لك select connection device. هندوس كده ونيجي على السويتش. هتلاقيه عمل لك خط. هنمشي بس كده ايه مع السويتش. هتلاقيه عمل لك خط كده لونه اخضر. ونيجي على الكاميرا التانية مثلا اهي. نعلم اهي. تمام، نمشي الكابل بتاعها اهو. تمام، ونيجي على الكاميرا التالتة نمشي الكابل بتاعها. انت طبعا لو عندك مسارات على رسمة الكاد هتختار المسارات اللي انت عايزها. احنا قلنا احنا عندنا 18 كاميرا فاحنا حطينا 2 سويتش. تمام، عشان نوزع براحتنا وتبقى الحمل عندنا متوزع على السويتش. يعني هنا خدنا من الجنب ده 4 كاميرات. تمام، هناخد من الجنب التاني برضو 4 كاميرات كده. ده 1. تمام، عادي. انت بتدوس بس على الكاميرا وتوصلها لحد الام في ار. بتربط لك الكاميرا بتاعتك بالجهاز اهو. تمام، عايزين نمشي الكابل بطريقة كويسة. بتحرك الكابل وكليك لحد ما توصل للمكان اللي انت عايزه اهو. تمام، لو ما تربطتش على الام في ار بيرجع معاك الكابل زي ما انت شايف كده. تيجي على الام في ار وتدوس كليك كده الكاميرا. احنا عندنا هنا دلوقتي 8 كاميرات على السويتش ده. بقى عندنا كام كاميرا؟ 1 2 3. ممكن نحط هنا كمان كاميرا زي دي. الكاميرا دي ناخدها برضو على السويتش. تمام، والكاميرا دي كمان ناخدها على السويتش ده.
تمام. نيجي على السويتش التاني اهو، ناخد اول كاميرا، السويتش التاني ناخد تاني كاميرا، ادي تالت كاميرا. تمام. انت طبعا لو عندك رسم وفيه توزيع للكاميرات هيبقى الموضوع ده طالع معاك على الرسم بيرفكت، مفيهوش اي مشاكل. تمام. الكاميرا هنا في الزاوية اهي. تمام. عندنا كاميرا تاني اهي. كده احنا وصلنا ال 16 كاميرا بتوعنا. طيب هنربط السويتشات، عايزين نربط السويتشات بتاعتنا عشان تبقى ب حاجة لون مميز. هنشتغل ربط السويتشات والان في ار، هنشتغل بكات 6. هنا هاخد نختار كابل كات 6، نيجي على السويتش ده ونمشي كده. طيب احنا عايزين كابل بلون مختلف. تمام. هنختار كات 6 يو تي بي. طيب احنا كده هنربط السويتش ده بالسويتش ده. تمام. فاضل بقى عندنا نربط ال MVR. MVR احنا قلنا اهو هناخده في مكان بعيد كده. طيب خلينا نرجع للديفايس، نيجي على MVR كده. الفار بتاعنا اهو هنحطه هنا في مكان باين اهو، ونيجي تاني على الكيبل كات 6 يو تي بي. واخد بالك هنيجي هنا ناخد كده الكابل بتاعنا من الانفار. كده احنا ربطنا كل الكاميرات بتاعتنا وده الرسمة بتاعتنا. وهنقول تاني، انت لو عندك عندك اسمه ايه، لو عندك رسم مخطط PDF او اسمه ايه، احنا قلنا اسمه ايه، PDF او كاد، هيبقى الشكل معاك احسن من كده لان انت عندك مكان الكاميرات فتقدر تمشي المسار بتاعتك مظبوط. نيجي بعد ما خلصنا الكلام ده نيجي على حاجة اسمها اوفر ليست. الاوفر ليست انا كنت حاطط سعر للجهاز هنا مثلا 12,000 جنيه. حلو. وعندنا مثلا هنا الكاميرا نحطها وليكن دي أسعار خيالية مش أسعار حقيقية طبعا. هنحط سعر الكاميرا، أنت بتعملش حاجة بتحط سعر الحاجة. سعر الكاميرا 3000 جنيه. تمام. وعندك سعر مثلا السويتش هنقول 8000. دي أسعار خرافية مش حقيقية، أنا مش بحط أسعار من البرايس ليست. تمام. فعندك هنا سعر السوشي 8000، هو بيحسب لك توتالي كل الحاجة اللي فوق، كل الحاجة بيحسبها لك هنا. فعندك مثلا هنا الكابلات، هنا أنا حاطط سعر اليونت برايس، هو بيحسب سعر المتر، حاطط لك سعر المتر. ماشي. قال لك أنت استخدمت في المشروع ده حاسب لك 100,722 متر. ماشي. فده سعر الكابلات. حلو الكلام. لو عايز تضيف حاجة تانية بقى سعر التركيب أو حاجة بتعمل اد هنا. تمام. installation and communication مثلا هنقول 18 كاميرا، هنقول مثلا 18,000. تمام. دي مثلا عشان الاكسسوارات أو حاجة هنعلم عليها auxiliary material cost يعني
تكلفة الخامات الإضافية هنقول مثلا 5000. ماشي. ولو في ريموت مينتنانس هتضيفها، لو في صيانة سنوية هتضيفها، ولو في مثلا يعني الحاجات اللي انت عايز تضيفها بتضيفها، لانه حاطط لك حاجات كتير جدا. ماشي. وبعدين بتعمل اد تو كود. حلو الكلام. ضاف لك الاسعار، ده عرض السعر بتاعك اهو. تمام. الحاجات اللي انت حاططها والكابلات بتاعتك اهي. تمام. وتكلفة التركيب بتاعتك والخامات الإضافية. ماشي. وحسبها لك فوق هنا اهي. تمام. 82,000 جنيه. 82,000 جنيه بلس آه لا، هو التوتال 82,000 جنيه. لا الحاجات عشان بس هنا البرودكت، المنتجات اللي هي الكاميرات والسويتشات والحاجات دي، وانا حاطط لك الكابلات والتركيب والحاجات الزيادة اللي احنا حطيناها. لو عندك ضرايب او حاجة بتحط هنا الضريبة بتاعتك كام في المية. لو مثلا هنضيف ضريبة 14. تمام. ونعمل سيف. ماشي. هيضيف لك دي قيمة الضريبة. فانت حسبت كل حاجة من غير، هو حسب لك كل حاجة من غير انت ما تتعب مثلا. بعد كده نوصل لفين؟ في حاجة اسمها توبولوجي، يعني شرح التوصيلات. لو دوست عليها كده تمام، هو هيظهر عندك ال... الكاميرات بتاعتك. حلو الكلام. عندك هنا عايز انت توزع التوبولوجي بتاعتك او الرسمة بتاعتك تبقى شكلها عامل ازاي. فهو انت عندك هنا 17 ديفايس وسويتشين. تاخد السويتشات كده تحطها هنا، مش عايزين يتحطوا. ماشي. هتاخد الكاميرات بتاعتك تحطها هنا كده اهو. عايزين نغير بس اتجاه اللاي اوت بتاعنا نخليه فيرتيكال. تمام اهو. ناخد السويتش بتاعنا هنحطه. طب هو الموديل بتاعنا مش طيب كده احنا حطينا ال16 كاميرا بتوعنا، 18 كاميرا اسف. تمام. ايا كان بقى انت عايز توزعهم ازاي. تمام. وبعد كده بتروح على اكسبورت. تمام. هو بيبدأ يحمل معاك. انت عايز تعمل اكسبورت لايه؟ بيقول لك الحاجات الخيار الاوبشنز اللي انت هتحملها من عندك مثلا توبولوجي، سيستم دايجرام، الوايرنج، لاي اوت، والداتا شيت بتاعت الكاميرا. تمام. لا لا مش موجود. بعد ما عملنا كل دي شكل الكاميرات، في حاجة تانية احنا نسيناها في الكاميرات قبل ما نعمل اكسبورت. هنرجع بس كده ورا خطوة. تمام. في الديزاين بتاعنا دي الكاميرات طبعا بتاعتنا زي ما احنا قلنا. هنيجي على كاميرا منهم كده مثلا، ولو علمنا عليها. تمام. هنعلم على دي. لو عملنا زوم كده انت تقدر تحدد زاوية الكاميرا. تمام. وبصة فين. يعني بتبص كده التغطية بتاعت الكاميرا، تحدد في الزوم بتاعها.
وتعرف الكاميرا بتاعتك باصة فين. فانت عايز تعمل الاوبشن ده، تمام، هتقدر تعمله. ماشي، هنا اهو، تيجي على النقطة السوداء دي كده، توجه الكاميرا بتاعتك مكان ما انت عايز اهو، تمام، وتبقى عارف الكاميرا بتاعتك مغطية فين. لو جيت وقفت على اي كاميرا هتعرف الزاوية بتاعتها باصة ازاي ورايحة فين. طبعا دي حاجات انت مع الوقت، انا بقول لك بس مبادئ كده عن الموضوع، وانت مع الوقت ماشي هتفهم الموضوع. دي حاجة كده. بعد ما خلصنا كل اللي احنا عايزينه هنيجي هنا على الاكسبورت، اخترنا كل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها اكسبورت اهو، علمنا على كل حاجة، هنيجي نعمل داونلود. بيقول لك الداونلود ده الصيغة بتاعته بي دي اف او وورد او اكسل، تمام، ودي الحاجات اللي هتعملها داونلود: البرودكت بيكتشر، والبرودكت موديل، برودكت كاميرا، بارامتر، وكفر اند باك كفر، تمام. وهنعمل داونلود، هنستنى الجهاز يخلص اهو. مبياخدش وقت كتير، هو الفيديو معلش طويل شوية بس مهم يعني، مهم لناس كتير هتستفاد بيه. هو كده عمل لك داونلود للكوتيشن اهو. لو فتحناه كده هتلاقي الكوتيشن اهو، تمام. ادي الحاجات بتاعتنا، ماشي. demonstration communication دي اول حاجة، وبعد كده التوبولوجي بتاعتنا اهي، بعد كده الرسمة بتاعتنا ظاهرة ازاي، تمام، والكاميرات اللي احنا ظبطنا الزاوية بتاعتها عاملة ازاي، ماشي، وده الوايرنج بتاعنا. ودي مواصفات الداتا شيت بتاعت الام في ار، وهتلاقي الداتا شيت بتاعت الكاميرات، تمام. كل حاجة هتلاقيها موجودة، يعني احنا هننزل كده، ده كل حاجة احنا عايزينها. بعد كده لو فتحت الهيك بارتنر من على الموبايل بتاعك هتلاقي ده موجود في التاب اللي اسمها كوتيشن في الموبايل عندك، تمام. بس، ويا رب تكون فيديو مفيد ان شاء الله.